صباح الورد، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني، هنعمل العجينه بتاعته وكمان هنعمل الحشوه، بس مش هنعمل الحشوه اللي احنا عارفينها اكيد، اللي هي حشوه اللحمه او حشوه الصدوق، لا. انا هعمل حشوه جديده بجد طالعه حلوه قوي، هنحشيه بالشاورما. بصوا بقى الجمال، بجد لازم تجربوه لانه هو حلو قوي قوي. هنعمل العجينه، والعجينه بتاعتنا بتاعه العيش طالعه ناجحه قوي. هتاكلي بقى احلى حواوشي في الدنيا من ايديكي، ما تشتروهوش خالص من بره. للناس اللي بتعمل الحواوشي وتقولك العيش بينشف معايا ومش بيبقى ناجح، هقولك ازاي نعمله والتسويه المظبوطه بتاعته. وكمان هقولك على حاجه، ان احنا هنعمله من غير لبن بودره ومن غير زبادي، من غير افتكاسات كتيره خالص. هنعمله بالطريقه الاصليه. شايفه التسويه كمان بتاعته مظبوطه قوي، مقرمش كده خفيف خالص من بره ومن جوه طري وطعمه حلو قوي. والكمية دي كلها هنعملها بنص كيلو بس من البانيه. احلى واوفر بكتير من حواوشي اللحمة او حواوشي الصدوق. بصوا جمال العيش بتاعنا، بجد لازم تجربوا الطريقة السهلة، والاكلة اصلا كلها حلوة قوي، يعني انتوا مش هياخد معاكم اي وقت. عايزة اقولك العجينة مش هتاخد معاكي اصلا 10 دقايق، وهتبقى جاهزة معاكي على طول. يلا بينا بقى نسمي بسم الله وندخل جوه الفيديو ونشوف الطريقة والمقادير. هنجهز العجينة بتاعتنا الاول. هنحتاج كيلو من الدقيق، وهنزل عليه بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة، معلقة كبيرة ونص سكر، وبعدين معاهم كيس خميرة. بصوا بقى المكونات سهلة خالص اهيت، مفيش اي حاجة. ومعايا بقى هنا مج من المية الدافية، وهحتاج كمان نص مج برضو، المج الكبير بتاع الشاي دوت. اول ما بتعجني كده هتلاقي العجينه بتاعتك بتبقى ناشفه شويه، ما تقلقيش وما تزوديش ميه تاني. اعجني بس الاول. لو احتاجتي ممكن تحتاجي كمان معلقه ولا حاجه، انما مش هتحتاجي اكتر من الكميه اللي احنا حطيناها للميه. بعد ما عجننا كويس قوي، حطيت معلقه واحده بس من الزيت. بصوا بقى العجينه حلوه وجميله قوي وطريه ومش بتلزق ولا اي حاجه. هنسيبها بقى ترتاح عبال ما نجهز الحشو. عندي بقى بصل، هنا بصلايه ونص، انا حطيت بصله كبيره ونص. هضربهم كويس قوي يبقوا ناعمين قوي الاول، وبعدين عندي وحدايه يعني قرن فلفل واحد بس، اللي هو الحامي. وفلفل الوان ممكن تقولي واحده وواحده صغيرين قوي. يعني بصي حوالي ربع كيلو فلفل الوان، وهنشيل منهم كمان شويه. تمام كده، ده بيبقى بقى الخلطه بقى بتاعت الشاورما اللي احنا عارفينها، بتبقى فلفل وبصل والكلام ده. وبعد ما طحنتهم كويس قوي، حطيت البانيه زي ما انتم شايفين كده، ادينا له بس ضربه كده في الكبه. وهاخد بقى من الخليط اللي احنا جهزناه واحده بواحده كده، ونبتدي ان احنا نتبل بملح وفلفل اسود وبهار فراخ. حطيت معلقتين صغيرين ملح، معلقه فلفل اسود ومعلقه بهار فراخ. هنلم بقى العجينه الخلطه بتاعتنا دي، هنعجنها كويس قوي مع بعض. انزلي كده بالبصل والفلفل اللي احنا جهزناهم مع بعض، وما تصفيش اي حاجه زي ما هم كده، واشتغلي بيهم على طول. انزلي بيهم واحده واحده. انا هشيل منهم حوالي معلقه، لو حابه ممكن كمان تزوديها، يعني ممكن ما تشيليش حاجه خالص. تمام. الخطوه دي لازم تعمليها، ان انت تعجني كويس قوي، لازم يعني الخطوه دي تتاكدي ان انت آه، لفتي كده المكونات كويس قوي كده مع بعض. العجينه بتاعتنا هنا كانت ارتاحت، اخدت حوالي ساعه. لان طبعا انتوا عارفين الدنيا برد، فالعجين بياخد شويه، بياخد وقت شويه. هنبتدي بقى ان احنا نقطعها. انا قطعت هنا 11 رغيف، ممكن تعمليه 10 لو انت شايفه ان انا عاملاه صغير او حاجه. وممكن تعملي الضعف يعني، من 11 ممكن تخلي 12 13، لو حابه ان انت تعملي اصغر العدد بقى اللي يعجبك. في ناس بتحب رغيف الحواوشي يبقى صغير عن اللي انا عاملاه كمان، فانا هنا قطعتهم 11 يعني. تمام. مش هنسيبها بقى ترتاح ولا حاجه، يا دوب بس هنشكلها كده ل 11 كوره زي ما قلت لكم، وببل بس ايدي كده بالزيت خفيف خالص، وبنفرد العجين بتاعنا. تمام. عبال بقى ما تفردي كده وتقطعي العجين وكده، دخلي الخلطه اللي انت جهزتيها التلاجة. وبعدين هناخد بقى كميه كده، وما تطلعيش بيها على الطروف بتاعه العيش من بره. لو حابه بقى ان انت تعملي الاتنين فوق بعض براحتك خالص، بس انا بحب الحواوشي كده بصراحه. المهم تسيبي الطروف بتاعه العجين بتاعتك فاضيه وتضغطي عليها كده، وبعدين تبتدي بقى ان انت تقفلي. ولا تعمليه بره بقى ولا تشتريه ولا اي حاجه، اعمليه في بيتك وبجد هيعجبهم قوي.
دي طريقة التشكيل سهلة خالص، ما بياخدش معاكي اي وقت. المهم تقفلي كويس كده عشان يستوي معاكي كويس جوه الفرن، وما يتفتحش كمان معاكي جوه الفرن وانتي بتسويه. عملت معاكم كده عملنا واحد، هنعمل معاكم كمان كام واحد. سهل خالص وما بياخدش والله بجد، يعني مش بياخد اي وقت ولا تعب ولا مجهود، واكله حلوه قوي وتغيير عن اللي هو باللحمه وبالصدق وبالبسطرمه وبالحاجات الحلوه دي. جربوا بقى حواوشي الفراخ او حواوشي الشاورما ده، مش هتبطلوه بعد كده. مقطعه بقى شويه كده صغيرين من الطماطم وبحطهم على الوش. طبعا مش هحط فلفل لان احنا حطينا الفلفل جوه الخلطه بتاعتنا. المهم تقفلي كويس كده زي ما قلت لكم. والعجينه زي ما انتم شايفين، ولا حطينا زبادي ولا لبن ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه ان انت تزودي عن كده. هو العيش هيبقى حلو قوي. وهقولك ازاي بقى بعد ما تطلعيه ما ينشفش منك، وهو اصلا جوه الفرن التسويه المظبوطه بتاعته. هقولك ازاي عشان ما ينشفش منك كده ويبقى احلى حواوشي في الدنيا يعني. حطينا شويه من الطماطم هنا، قربت لكم كده عشان تشوفوا معايا الطريقه. اهو احنا بنقفل كده كويس الاول زي ما قلت لك. اهم حاجه تسيبي الطروف بتاعه العيش تبقى ما فيهاش اي حشوه يعني. بعد ما بتفرد تقفلي تفرديه كده كويس عشان ما يبقاش مكتوم يعني. تمام. كل ما العجينه بتقعد معاكي على فكره كل ما هتتفرد معاكي اسهل. بس من المهم هنا ما تزوديش زيت خالص، هي يا دوب مسحه كده في الاول وبتكملي، لان انت لو زودتي زيت العجين بتاعك مش هيقفل على بعض. يعني لما تيجي تعملي القفل اللي احنا بنعمله دوت العجين مش هيقفل معاكي. فيا دوب نقطه كده بس بنفرد بيها اول رغيف، وبعد كده امشي على كده خلاص ما تحطيش زيت تاني. تمام. احشي بقى الحشوه اللي احنا عاملينها دي. عايزه تحطي بقى الطماطم كده بتدي طعم حلو. هنا الطماطم كانت خلصت فانا كملت كده عادي. يا ريت لو وصلتي لحد هنا يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل. هندهن الوش بايدي، خطوه اختياريه بس بتدي طراوه للعيش. عايزه اقول لك معلقه زيت صغيره عليهم مثلا 3 4 معالق ميه، ودهني الوش كده. لو مش عايزه تحطي زيت بس الزيت بيدي لمعه حلوه للعيش، ممكن تدهني بالميه بس. عندك بخاخه برضو هيبقى احسن من الفرشه كمان. ما سبتوش بقى يخمر ولا اي حاجه. احنا هنخلص اول واحد خلصناه، هندهن الوش كده وحطي بقى سمسم حبه البركه اللي موجود عندك، ودخلي اول واحد خلصيه الفرن على طول. التسويه بقى بتبقى ازاي عشان تطلع معاكي مظبوطه وحلوه كده؟ نزلي الشبكه بتاعتك على اول درجه في الفرن من تحت، وسيبي الحراره تبقى عاليه. هتلاقيه خد لون حلو كده من تحت وهيبتدي يتحمر من فوق. اطفي بقى من تحت وخليه ياخد لون معاكي حلو كده من فوق بالشوايه. واول ما بيطلع كده من الفرن بنغطيه زي ما انتوا شفتوا كده بفوطه ولا حاجه، عشان العيش بتاعك يفضل طري وطعمه حلو كده. بس بيبقى مقرمش خفيف خالص كده من بره، ومن جوه بيبقى طري. بصوا بقى العيش بتاعنا ناجح، والشاورما او حشوه الفراخ مظبوطه والطعم حلو قوي. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. وجربوا بقى الحواوشي بالفكره الحلوه دي، ان شاء الله هيعجبكم وهتدعولي. موفر وطعمه حلو قوي. يلا جربوه وبس كده. شكرا لكم.